السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نتكلموا عن تشكيلة متوقعة للمنتخب الوطني اللي تضم لاعبين أقل من 2 أو من 23 سنة، وهذا نعتبره فريق المستقبل. وهذا راهو منقول، وراحين نعطي وجهة نظر في تشبيب المنتخب الوطني، وهذا مجرد وجهة نظر ومجرد اقتراح ومجرد تفكير بصوت عالي كمتابع ومشجع المنتخب الوطني عن تشبيب المنتخب وفرصة المواهب الأوروبية لإحياء منتخب الخضر في المستقبل. وقلنا على اللاعبين اللي هما أقل من 23 سنة اللي يكونوا أو يشكلوا المنتخب الوطني، على خاطرش أصبح الآن تشبيب المنتخب الوطني هو أولوية الأولويات وحاجة ملحة للتحديات اللي يتكلم عليها الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. تستنى فينا تحديات كبيرة وتستنى فينا أولويات كبيرة، وباش نوصلوا نتجاوزوا هذه الأولويات، نوصلوا لهذه الأولويات ونحققوا إنجازات، يلزمنا تشبيب المنتخب الوطني، لأن على المدى المتوسط اللاعبين هادو اللي راهم يشكلوا المنتخب الوطني ما راحش يكون لهم دور في هذا المنتخب، فهم الآن راهم عاجزين، فما بالك بعد سنة أو سنتين. قلنا وهذه أولوية ملحة، وهذه من جملة التحديات اللي تكلم عليها الناخب الوطني خلال المباراة الودية اللي جرات ضد السويد. هذه المباراة اللي كملت بخسارة المنتخب الوطني، وكانت خسارة غير متوقعة أبرزت الحالة إلى ضخ دماء جديدة لتعزيز القدرات التنافسية للمنتخب. المقابلة هذه كشفت أنه يلزم نجدوا أو يلزم ندعموا هذا الفريق بلاعبين شبان حتى يعطيوا حالة تنافسية للاعبين الموجودين الآن، لأن اللاعب عندما يشعر أنه ما عندوش منافس وما عندوش واحد ينتظر فيه في الدكة ربما ينحيله بلاصتو، ما راحش يمد كل ما لديه، خاصة الآن اقتربت التصفيات الحاسمة لكأس العام 2026، ويطمح المتابعين تاع الخضر أن تمنح الفرصة للاعبين الجزائريين الشبان المحترفين في أوروبا، وبالأخص الذين يمتلكون طاقة ومهارة وهم شباب، خاصة الشباب منهم والصغار منهم اللي يمتلكون طاقة ومهارة لإحياء هذا المنتخب واستعادة مكانته القارية كما كان من قبل. فمن بين هذه الأسماء اللي تبرز كمترشحين قويين للانضمام إلى المنتخب الوطني، يقود هذه القائمة وعلى رأسها الياس بن قارة لاعب بوريسيا دورتموند الألماني الآن اللي راه يشارك مع الفريق الألماني في كأس العالم للأندية في أمريكا. هذا يتميز بالسرعة ويتميز بالمهارة الدفاعية. كذلك رفيق مصالي اللي يلعب مدافع أيمن في فريق تولوز الفرنسي، هذا يعتبر خيارا دفاعيا على الجهة اليمنى، بينما اللاعب مهدي دورفال من نابولي الإيطالي يضيف هذا قوة متميزة للمنتخب. كذلك ريان قلي اللي هو يلعب في الهجوم، يلعب تارة كجناح أيسر أو تارة يلعب كقلب هجوم مع نادي رانجرز بارك الإنجليزي. هذا يقدم توازنا في الوسط وفي الهجوم، فيما يبرز وسيم قادري من العرب القطري، هذا كذلك حل كبير للدفاع تاعنا المتهلهل، وهذا اللاعب متعدد المهارات ومتعدد المناصب. كذلك كان صهيب ناير من غانغون الفرنسي، عنده قوة بدنية كبيرة وعنده براعة في وسط الدفاع. كذلك في الحراسة كاين أنطونيس سعيداني حارس فيلاريال الإسباني، وهذا يعد استثمار واعد كذلك لمرمى المنتخب، بينما يضاف إليهم
اكيلوش من موناكو، وريان بالعيد من اتلتيكو مدريد. هادو كذلك يزيدوا للمنتخب صلابة ومرونة تكتيكية في المستقبل. وكاين كذلك من الجزائر عادل بوبينة، هذا إذا قد روحه وأصبح لاعب منضبط ومحترف، لأننا حقيقة الشيء اللي شفنا منه بعد ما لم يعلن عن اسمه في قائمة المنتخب الوطني لمواجهة السويد وكذلك رواندا، ردة الفعل تاعو ما كانش لاعب محترف. إن شاء الله ينحي عليه الأمور هذا ويتقد، وهذا كذلك حل مع الشباب هادو. كذلك قلنا ريان بالعيد، وكاين ميشيل فايزر اللي هو كبير شويه كذلك تاع فيردر بريمن، وكاين ماكسيم لوبيز تاع باريس اف سي، وكاين للان لوكاس يدير اللي الاسم تاعو راهو يتداول يعني في الوسائط الاجتماعيه، وان كان نظن ان هذا اللاعب يعني بعيد المنال، لانه لحقيقه كثرت الاشاعات عليه بانه يريد الانضمام للمنتخب، ولكن لحد الان احنا نراو فيها مجرد اخبار متداوله لا اساس لها من الصحه، او ما عندهاش مصدر يشير اليها او يجعلنا نصدقوا هذا الخبر. فالان ضروري باش نشبوا او نجدوا هذا المنتخب ونديروا عمليه تشبيب لهؤلاء اللاعبين الذين يتمتعون الان بتجربه متنوعه في دوريات قويه، يملكون القدره ويملكون المهاره ويملكون كذلك اللياقه. كل ما لديهم هذا راح يفيد المنتخب الوطني الجزائري في المستقبل، ويعطي البيتكوفيتش حلول كثيرة باش يعاود يهلكل الفريق الجزائري، وما عندوش حل آخر غير هذه المواهب الشابة، وهذا هو الحل باش يتحسن الأداء تاع المنتخب الوطني. لأن حاليا وجدنا تراجع خاصة لدى اللاعبين اللي عشوا في المنتخب ولاو شياب في المنتخب، وكذلك أصبحوا ما يعطيوش إضافة للمنتخب، بل أصبحوا عبء على المنتخب الجزائري. ونقصد من بينهم محرز، ومن بينهم بالرحمة، ومن بينهم توغاي وغيرهم، وكذلك بنجاح كارثة الكوارث. فالآن العمل على تشبيب المنتخب والاعتماد على هؤلاء اللاعبين الشباب أو غيرهم من الشباب، لأن عندنا شباب بزاف في أوروبا خاصة، وكاين البعض منهم هنا لو كان يحترفوا برا خارج الجزائر. هذا يعكس استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى بناء جيل جديد قادر على تحمل المسؤولية في المستقبل، خاصة مع التحديات اللي تنتظر المنتخب الوطني. قلنا تصفية كأس العالم وكأس العالم وكذلك كأس إفريقيا. فالجماهير الجزائرية ترى في هؤلاء اللاعبون الأمل لاستعادة أمجاد المنتخب، دون أن ننسى كذلك بوعناني وغيره. فإن شاء الله بعد ما يتأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم، هنا المدرب ما يصبحش عنده عذر، لأنه السبب الآن اللي راهو يقدم فيه هذا المدرب، وحقيقة هذا مش انتقاد المدرب، لأنه حقيقة قام بعمل كبير وما زال يقوم بعمل كبير، ولكن مسألة تجديد هذه عليها إجماع عند الجماهير الجزائرية، وهو نعطيوه الحق في حالة واحدة وتفسير واحد، لأنه قال الآن الله كيفاه نتأهل وما يأهلني إلا هذا عناصر الخبرة. كي نتأهلوا ما يبقاش عنده عذر باش على الأقل يضم بعد لاعبين المواهب أو يضم دماء جديدة لهذا المنتخب. 1 2 3 فيفا الرجال.